بدون رتوش. بلاد العم سام بقلم فيصل مصطفى. أمريكا شيكا بيكا أو بلاد العم سام كما درج البعض على تسميتها، هي ربما تكون أكبر دولة تعديا على القانون الدولي وخرقا لكل الأعراف الدولية والإنسانية. فلو تتبعنا التاريخ الأمريكي الحديث ولم ندخل في التاريخ القديم من لحظة القتل الجماعي للهنود الحمر وإنشاء هذه الدولة على أشلاء وأجساد وأرواح أكثر من 30 مليون هندي، إذا تجاهلنا ذلك وركزنا في العصر الحديث فسوف نجد أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب العالمية الثانية كان مقرونا بمذبحة دموية كانت الأولى من نوعها في تاريخ البشرية، وهي مذبحة إلقاء قنبلتين ذريتين وليس واحدة على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في نهاية الحرب العالمية الثانية. ورغم أن اليابان كانت شبه منهارة والموقف كان محسوما ولم يكن هناك احتياج لأي قنبلة نووية، ولم يكن هناك شك في هزيمة قوات المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان، ولكنها أمريكا والتي اقترن اسمها دوما بهذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية في كل المراحل التاريخية. فقد شاهدنا ما فعلته أمريكا في عشرات الحروب التي خاضتها في مختلف الأنحاء منذ الحرب العالمية الثانية وإلى يومنا هذا، ولقد عانينا نحن في أمتنا العربية من عدائها سواء العلني أو المبطن، ولعل انحيازها الفج لإسرائيل واضحا وجليا منذ لحظة إنشائها في عام 1948 وحتى يومنا هذا، وعلى مدار 75 عاما من الزمان، وهو الأمر الذي يبدو واضحا أنه سيظل لصيقا لها طالما استمرت القوى الحالية المهيمنة على قرارها السياسي. وإذا أردنا أن نطبق هذه المقولات أو القواعد الحاكمة للقرار السياسي الأمريكي في أحدث قضية أو أزمة أو مشكلة، سنطبقها على الحرب التي تدور رحاها الآن في غزة وفلسطين المحتلة، وعلى عدد من الجبهات العربية في لبنان وسوريا والعراق واليمن بين قوى المقاومة العربية وبين إسرائيل وحلفائها من دول حلف شمال الأطلنطي الناتو وبعض الدول الغربية. وهذه المعادلة أو هذه القاعدة واضحة تماما، فأمريكا منذ اليوم الأول صارعت بإرسال حاملات طائراتها وأنظمتها الإلكترونية المتقدمة وخبرائها وعلمائها ووزير خارجيتها الذي أعلن أنه يأتي إلى إسرائيل كيهودي وليس كوزير خارجية للولايات المتحدة الأمريكية في واقعة وسابقة لم نر لها مثيلا في التاريخ. وبدلا من أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى والولاء لدولة أجنبية يظل في منصبه يمارس مهامه. وشاهدنا رئيس أمريكا يحضر بنفسه مجلس الحرب الإسرائيلية منتشيا وسعيدا ويمارس الهواية الغربية لرعاة البقر الأمريكان في إراقة دماء الأبرياء. شاهدنا الدور الأمريكي الحاد والواضح في ممارساته لحق الفيتو 3 مرات في مجلس الأمن ضد أي قرار يوقف إطلاق النار ويوقف المذابح ويوقف إراقة الدماء. وشاهدنا مشاركة أمريكا بقواتها وعتادها في الحرب علنا أمام شعب فلسطين شبه الأعزل. وشاهدنا اللعبة الأمريكية السخيفة التي يحاولون أن يخدعوا بها شعوبنا العربية وشعوب العالم الثالث، ويقولون أن هناك ثمة خلاف بين الإدارة الأمريكية وبين حكومة الكيان الصهيوني بسبب بعض الممارسات التي تمارسها حكومة إسرائيل، وهي ثرية بكل المقاييس والمعايير وأكذوبة كبرى لا تنطوي إلا على السذج وحدهم. فما يقال في هذا الكلام لا يرقى حتى إلى مستوى لعبة توزيع الأدوار المعروفة تاريخيا والتي درج على استخدامها الاستعمار بشكل أو بآخر ضد شعوب العالم الثالث. بعض الأبواق الإعلامية الخارجية لا تتورق على أن توهمنا بأن هناك ثمة خلاف بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، وهو أمر غير حقيقي بالمرة، بل ربما يكون العكس هو الصحيح تماما. فأمريكا وإسرائيل لم يضبطا في أي لحظة من لحظات التاريخ منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا بأي خلاف من أي نوع بينهما. إن أمريكا كما قلنا دخلت المعركة بكل ثقلها من أول يوم وما زالت مستمرة، وما زالت تسعى بكل ما تملك من قوة لتصفية القضية الفلسطينية بل وإبادة الشعب العربي الفلسطيني نفسه.
كل هذه الأمور تؤكد أن أي كلام عن خلاف إسرائيلي أمريكي يعد من قبيل العبث وتضييع الوقت، ليس إلا وأيضا يعد من قبيل الاستخفاف الشديد بالعقلية العربية، وكأنها عقلية طفل لا يتعدى عمره بضعة أيام. ما يقال عن خلافات أمريكية إسرائيلية ما زالت مستمرة، ويعتقدون أنها قد تنطلي علينا، لكن هيهات هيهات. قرأ المقال الكاتب الصحفي محمد عوض، وكتبه وأعده للنشر الكاتب الصحفي فيصل مصطفى.